السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن مسلسل لام شمسية، واللي طبعا كلنا شفناه، وبيناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية التحرش بالأطفال وايه اللي ممكن بتسببه فيما بعد. وطبعا القضية دي عملت ضجة، والمسلسل عمل ضجة كبيرة جدا. واللي مش فاكر او ما خدش باله من قصة المسلسل، فالمسلسل بيتكلم عن ولد اسمه يوسف. يوسف ده كان عايش مع والده، خصوصا بعد ما والده ووالدته انفصلوا، وكانت اللي بتربيه مرات ابوه اللي كانت بتحبه جدا وبتعتبره زي ابنها وبتهتم بيه جدا. واللي في مره خدت بالها ان حصل بينه وبين صاحب والده اللي يعتبر زي اخوه، مش مجرد صاحبه، وفي نفس الوقت هو المدرس اللي بيذاكر ليوسف لغه عربيه. وده بيخليه طبعا ان هو يقعد معاه وقت طويل لوحدهم، وخصوصا ان يوسف هو اللي كان بيروح للمدرس صاحب والده ده البيت، وبيقعدوا مع بعض كتير. وطبعا هما بيكونوا مدين الامان لان ده صاحب والده، وتقريبا هو والده زي الاخوات، فما بيدوش خوانه لغايه ما بتيجي مرات ابوه وبتبدا تشوف الولد في وضع مش كويس مع المدرس واللي اسمه وسام. وساعتها بتتقلب احداث المسلسل رأسا على عقب، وبنشوف احداث كتير جدا طبعا كلنا شفناها وتابعناها. المهم نيجي للنقطه المهمه بتاعت الفيديو بتاعنا، وهي وسام صاحب والد يوسف، واللي بيعتبر المتحرش واللي عليه قضية المسلسل كله. وبصراحة اللي قام بدور وسام يبقى الفنان العظيم محمد شاهين، واللي مثل الدور بصراحة على أكمل وجه، وكتير جدا أشادوله بدوره، خصوصا إن الدور بتاعه كان عميق شوية، لأنه كان بيبان أول المسلسل إن هو قد إيه شخص طيب جدا وخدوم وشهم وحاجة تانية خالص غير الواقع بتاعه. ولكن بنتفاجئ بعد كده ان هو شخص مؤذي وشرير جدا، ومش كده وبس، ده عنده اضطرابات نفسية كتيرة جدا بسبب امور كتير حصلت بنشوفها في سرد المسلسل. ورغم ان هو مثل الدور كويس جدا، ولكن في بعض الاشخاص كانوا شايفين ان ممكن حد تاني يقوم بدور المسلسل ده وبرضه هيخليه كويس جدا. وبنحط 3 فنانين مرشحين للدور ده، مش مرشحين من قبل اخراج او انتاج، ولكن مرشحين من قبل الجمهور نفسه ومن قبل القناة بتاعتنا، ان هما كان ممكن يقوموا بنفس الدور بتاع محمد شاهين اللي هو دور وسام، وكانوا هيأدوه على اكمل وجه. تعالوا نشوف مع بعض مين ال3 ممثلين المرشحين دول، ونشوف برضو اذا كان حد فيهم كان فعلا انسب للدور، ومين الانسب منهم، ولا محمد شاهين انسب. خلوكم معانا وقولولي في التعليقات مين كان انسب. نبدأ كده بأول ممثل، وهو الفنان إياد نصار. إياد نصار طبعا ليه رصيد كبير جدا في التمثيل، رغم ان هو مش مصري الجنسية، ولكن عمل مسلسلات كتير جدا وأفلام كتير جدا. عمل أدوار الشر، أدوار الطيبة، كل الأدوار قام بيها، وكان بالفعل بيتقنها آخر إتقان. فعشان كده الكل كان شايف ان هو ممكن يعمل الدور ده بحرفية حلوة جدا، وانه كان يقدر ان هو يمثل دور الشخص الطيب اللي بيستعطف الاخرين، وفي نفس الوقت يقدر يمثل كويس جدا دور الشخص الشرير المؤذي اللي بيأذي الاخرين من غير ما اي حد يحس بيه. وخصوصا ان هو عمل اكتر من دور، وكان في شخص يعني مؤذي لأقصى درجة وشخص شرير لدرجة ان هو محدش ينساله الدور بتاعه اللي كان عامل فيه في الجند الإسرائيلي، وكان فعلا مستفز جدا وقدر يستفزنا طول الدور، وأدوار تانية كتيرة جدا. فعشان كده كتير كانوا مرشحين إياد نصار ان هو يقدر يقوم بالدور ده ويكون فعلا فيه على أكمل وجه. وبنيجي لتاني ممثل اترشح ان هو يقوم بدور وسام، اللي هو دور محمد شاهين في مسلسل لام شمسية، وهو الممثل مجدي كامل. مجدي كامل برضو من الممثلين البارعين جدا في أدوار الشر، وبيعرف ازاي بنظرة يخوف اللي قدامه، وازاي يعرف كويس جدا ان هو يقدر يوصل لقلبك الخوف والرعب من مجرد نظرته او طريقة كلامه، من غير حتى ما يعمل اي رياكشنات تدل على كده. فبالفعل هو كان مرشح للدور،
وخصوصا ان هو كمان من الشخصيات اللي لما بيمثل دور انسان محترم او انسان مثقف او انسان ليه مكانة عالية، بيعرف برضو يتقن الدور بالطريقة دي، وبنحسه فعلا ان هو انسان ما ينفعش ابدا يكون انسان غير شخص محترم، وما ينفعش يصدر منه اي حاجة تانية. فبالفعل بيقدر ان هو يعمل الشخصيتين، وخصوصا ان شخصية وسام في مسلسل لام شمسية ان هو كان دكتور جامعي ودكتور مثقف وبيتعامل مع كبار العلماء، فعشان كده كان هيليق عليه الدور كويس جدا، وعشان كده هو تاني واحد احنا رشحناه ان هو كان ممكن يقوم بدور المسلسل ده ويعمله فعلا على اكمل وجه، ويوصل لنا نفس الاحساس، احساس الدكتور الجامعي المدرس المثقف اللي ما بيغلطش ابدا، وفي نفس الوقت دور الانسان الشرير المؤذي اللي بيأذي من تحت لتحت ومحدش بيعرف يكلمه او يمسك عليه حاجة. وخصوصا ان وسام في مسلسل لام شمسية ما كانش بيأذي يوسف بس، ده اكتشفنا ان هو كان بيأذي ناس كتير جدا واولهم زوجته نفسها، فعشان كده كان الدور ده لايق برضو على مجدي كامل ان هو ممكن يعمله ويقوم بيه كويس جدا. طيب نيجي بقى لتالت ممثل كان موجود معانا في الترشيحات واللي شفنا ان هو برضو ممكن كان يعمل الدور كويس جدا، وهو الفنان نضال شفعي. نضال شفعي كان برضو من الممثلين اللي بارعين جدا جدا في جميع الادوار، وفجأة ظهر في بطولات كتير جدا وكان بيقوم بيها بأدوار فيها شر وفيها أذية وفيها كمية من الاستفزاز لما بيكون الدور بتاعه صعب جدا، وفعلا بيقدر يوصل لنا ده لدرجة ان هو قبل كده عمل فيلم وكان فيه بشخصيتين، شخصية الشخص الطيب وشخصية الشخص المؤذي الشرير، وكان بيقدر فعلا يوصل لنا الاحساسين الاتنين، كان بيوصل لنا ازاي هو الشر جواه وان هو جواه كمية شر كبيرة جدا، وفي نفس الوقت كان بيعرف يوصل لنا ازاي هو انسان جواه طيبة كبيرة جدا وجواه خير عميق قوي. فبالتالي هو برضو من الشخصيات اللي كان ممكن يمثل الدور ده بإتقان وبحرفية حلوة جدا جدا، ويقدر يوصل لنا قد ايه هو انسان مثقف وانسان دغري وما بيغلطش، وفي نفس الوقت هو ازاي انسان مؤذي لأقصى درجة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. قولولي في التعليقات يا ترى انتوا شايفين مين كان ممكن يقوم بدور محمد شاهين دور وسام في مسلسل لام شمسية، اياد نصار ولا مجدي كامل ولا نضال الشافعي؟ اكتبولي في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.